اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات فرق نقطه. جوله سريعه جت في نص الاسبوع، يعني لعبنا 3 واربع وفي جوله الخميس وفي ماتشات الخميس اسف، بس بنعتذر يعني مش هنعرف نشوف ماتش توتنهام وبورنموث، فاسفين لجماهير بورنموث، يعني مش هنعرف نتكلم عن الماتش ده لان احنا بنصور الخميس والحلقه لازم تنزل الجمعه، فالماتش يخلص الساعه 10، مفيش وقت نصور فيه. هنتكلم سريعا عن الجوله اللي عدت، الجوله ال 14 وتعثر ليفربول، ده تعثر، الماتش كان ممكن يخلص بس الحمد لله. عوده مانشستر سيتي اللي اخيرا بتفوز بعد 6 ماتشات خساره، فهنتكلم عن كل الكلام، عن كل الحاجات دي بسرعه. هنعمل زي الحلقه اللي فاتت برضه، هيبقى في جزء ملخص للجوله وهنتكلم عن الفانتزي في الاخر. الحلقه متقسمه تحت، اللي عايز يروح لماتش معين او عايز يروح للفانتزي على طول ممكن عادي يدوس ويختار الجزء اللي هو عايزه بالظبط. يلا بينا نبدأ. البدايه مع ماتش تشيلسي وساوثهامبتون، الماتش اللي كانت بدايته سريعه جدا، في اول 11 دقيقه جونين، جون هنا وجون هنا، يعتبر الماتش بدا 1-1 مش 0-0. بعد كده شفنا تشيلسي بتقدر تغلط دفاع ساوثهامبتون، مدويكي بيضغط بيلعب الكره لنكونكو، الهدف بيتسجل. صراحه بعديها تشيلسي مسكت الكوره، الماتش بقى اسهل لها شويه، كمان كذا فرصه ضاعت من مدويكي وجواو فيليكس. حاجه كمان غريبه حصلت، بالمر راح انفراد، خد الكوره حارس صدها جت في العارضه، بعديها راح لعب ركنيه رفعها على دماغ مش فاكر مين المدافع، قام حاططها برده في العارضه، فيعني اي حد معاه بالمر زي في الفانتزي كان هيتشل امبارح. ما علينا. بنشوف بعديها مدويكي اخيرا بيسجل هدف، يعني تقريبا ده تاني هدف ليه من بعد ما جاب الهاتريك اللي جابه ده، اجمالي جاب 5 جوان في الدوري او 4 جوان حاجه كده. شفنا مدويكي بيجيب هدف عشان يخلصنا من قرفه بقى وجو الترقيص وانا لعيب وحريف وكده، ده بس تمام. نروح لساوثهامبتون شويه. ساوثهامبتون محتاج يبقى واقعي، المدرب محتاج يبقى واقعي اكتر من كده، ان انت بتلعب تشيلسي، انت بتلعب على ارضك كل حاجه، وكمان عندك غيابات كتير وعايز تبني اللعب من خط دفاعك، وانت ما عندكش حد يعمل كده، ولا الحارس بتاعك بيعرف يلعب برجله، ولا المدافعين اللي قدام بيعرفوا يلعبوا برجلهم زي جو جوميز وكوانسا كده، فعايز اعيط. فيعني غريبه قوي ان انت تفضل بتصر انك تبني اللعب، فده بيخليك يضغط عليك، الماتش بيبقى سهل خالص للخصم. تشيلسي باقل امكانيات جابت 5 جوان كده بالراحه، غريبه شويه. يعني انا شايف ان هو كان ممكن يستغل اطرافه، لان اطراف ساوثهامبتون احسن بكتير سواء الباكين او الوينجات، فهنشوف ساوثهامبتون ممكن يلحقوا نفسهم الهبوط ولا خلاص كده. وكمان ستيفنز كابتن الفريق اللي عمل غلطه غبيه جدا، يعني كوكوريا واقف في حاله في كورنر تقريبا او حاجه كده، قام شده من شعره، طرد على طول. انت بتعمل ايه يعني؟ انت اصلا لابس جونين 3 وفريقك طالع عينه وتقوم شده عشان تطرد، يعني تصرف غبي قوي، ولازم صراحه يعني يحصل وقفه في الموضوع ده. الشوط التاني فيهوش كلام كتير قوي، يعني يمكن تشيلسي خلاص مسكت الماتش يعتبر خلصان، فريق هابط واتطرد منه واحد، وكمان تشيلسي حط عليه حرفيا. بس ايديبايو جاب كذا كرة في العارضة، حظه وحش قوي، والكرة يعني من صناعة انزو فرنانديز، فانا برضو كنت متضايق ساعتها. ومدويكي كان كويس، بس هو برضو مهما عمل هيفضل تفاحة فاسدة في الفرقة، ده اللي انا شايفه يعني، وبيدرونتو احسن بكتير. نروح لماتش مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست. ماتش يعني نقول فيه الحمد لله على سلامة دي بروين، وربنا يستر على الدوري الانجليزي، مش اكتر من كده. الراجل رجع جون واسيست، وعلى فكره يعني برناردو سيلفا سرق منه جون، يعني دي بروين اصلا كان هيجيب جونين واسيست، برناردو سيلفا المعفن لحقها من على الخط مرضيه كده مش اكتر. فعوده دي بروين خلت السيتي تفوز بعد 6 ماتشات خساره، فانا مش عارف يعني، انا خايف انا خايف، فرق 9 نقط ومرعوب مش عارف دي بروين ده ناويل على ايه. بس يعني اجمالا السيتي لعبت ماتش حلو الصراحه، يمكن ده احسن ماتشاتها دلوقتي. شفنا جفارديول بيصحى شويه، كان قريب من انه يسجل الكوره. هالاند لسه زي ما هو محلك سر، ولا بيسجل، صنع هدف كده اي كلام، يعني هو اداها لدوكو، دوكو رقص الفرقه كلها وقام طك بوش رجله جون. فلسه هالاند ما ظبطش قوي، وكمان مع عوده دي بروين هنشوف هل السيتي هتفضل مستمره كده وفعلا هم بدي بروين بس يقدروا يحققوا نتائج، ولا هالاند بقى هيستيب اب، ونشوف كده الدنيا هتمشي ازاي. الناحيه التانية نوتنجهام فورست يعتبر نجوش الماتش تقريبا، كريس وود بس جات له كوره كده كان ممكن انه يسجل فيها، بس ضيعها بطريقه غريبه قوي يعني. وبرده السيتي عندها شويه ناس بقت تقعد دكه، انا مش فاهم ازاي يعني. ايدرسون ما شاركش الماتش ده برده، وكايل ووكر نزل بديل، ما اعرفش هل هو خلاص اتقفش على ايدرسون، كنا سمعنا اخبار انه بيفكروا يبيعوه، فهنشوف كده السيتي هترسى على ايه بعد ما 6 ماتشات دول خلصوا، هل هيمسكوا ستريك فوز ولا هيرجعوا تاني لورا.
نروح اللي كانت مباراة قمة، يعني كنا عايزين نشوفها احسن من كده بس ما علينا. ارسنال مانشستر يونايتد، الماتش بيخلص مستريح لارسنال بصراحة يعني. وكمان دي اول مرة في التاريخ ارسنال يكسب مانشستر يونايتد 4 مرات ورا بعض، عايزين نشوف الحاجات دي مع السيتي بقى. ماشي يا عم ارسنال. وكمان ارسنال بقى لها 16 ماتش ما اتغلبتش من التوب 6، اليونايتد بقى لها 10 ماتشات ما كسبتش التوب 6. فيعني الموضوع كان رايح في حته واضحه كارقام، بس كلام ان اليونايتد بقى فيه شكل شويه، يعني بقى عندهم فكره ان هم بيطلعوا بالكوره. يعني في اول الشوط كده، في الشوط الاول في اوله كانوا بيعرفوا يطلعوا بالكوره، كانوا ممكن يكون ليهم شكل، بس هم برضو ريحوا لعيبه كتير قوي. يعني انت كنت ماشي بفورمه معينه بلعيبه معينه زي راشفورد وديالو، الاثنين ريحوا، ومزراوي لعب في مركز ناحيه الشمال، ما اعتقدش ان دي حتته قوي يعني. بس ماجواير كمان بدا اساسي لان مارتينيز كان موقوف، وكوبي ماينو كمان اتوقف. فيعني يونايتد كان نازله حظها وحش حرفيا، هم بيلعبوا باللي موجود، واللي موجود ده مش احسن حاجه. يعني خلينا نتكلم عن ماجواير في لقطه كده، كان هو المفروض بيلعب في النص ما بين ديليخت ومزراوي، اما هو جاري ناحيه الشمال اكنه باك او اكنه وينج، راح ناحيه الشمال، فضل يجري 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 يجري، فمزراوي واقف مش يعني انت بتعمل ايه؟ قام رايح مغطي مكانه، فضل ينده عليه بتاع دقيقتين 3 عشان يرجع. مزراوي كل شويه يشاور له ارجع ارجع ارجع. اخرة ما زهق قام رايح مبدل معاه، كانوا وقفوا جنب بعض، قام رايح مبدل معاه وقال له ما تتحركش تاني. يعني حركه غريبه جدا، لان اللعيبه كلها في اغلبهم بيبقى فيه عشوائيه شويه، يعني يمكن مزراوي الوحيد اللي واعي شويه تكتيكيا، وفعلا من ساعه ما اموريم جه هو ظاهر بشكل احسن بكتير. وكمان شفنا برونو يعني مركزه اتغير عن الماتشات اللي فاتت، هو كان دايما بيلعب تحت المهاجم او جنب المهاجم كده زي وينج او سنتر فورورد، دلوقتي لا، ده لعب 8 في نص الملعب، فبرضه الغيابات مأثره شويه. بس هم الصراحه طلعوا باقل الخسائر، انت بتلعب بره ارضك والمدرب لسه جديد، الفرقه حرفيا انت شايف ماتش بين فرقه جاهزه او بتجهز نفسها بقى لها 5 سنين، وفرقه لسه بتبدا من الله، بتقول يا رب يا رب وفقنا حرفيا. فبان قوي في الملعب من بعد الدقيقه 20 تقريبا اليونايتد غاب تماما عن الماتش. ارسنال مسكت زمام الامور، روقتهم، كرة هنا، فرصه ضايعه من هنا، اوديجارد يضيع، رايس يضيع، ساكا يضيع، مارتينيلي مش يعني انا اقول مارتينيلي انت عارف انه ضايع، مش محتاج اقول مارتينيلي ايه. وكمان معلومه، مانشستر يونايتد ما لمستش الكوره جوه منطقه جزاء ارسنال غالبا طول الشوط الاول او طول لحد 44 دقيقه. فاللي هو انتوا الموضوع كان صعب عليهم بصراحه، وهو يعني مش جاء في وقتها مع اموريم، حظه وحش لحد دلوقتي مع الفرقه. بس ما الشوط الثاني بدا ارسنال صراحه بقى ظهرت يعني شخصيه فعلا، مسكوا الكوره اكتر، بقى في الفرص زادت، مش اللي هو لا احنا هنرجع وبتاع، لا، لقوا الفريق بيعاني، لقوا اليونايتد بيعاني، ففعلا ظهروا بشكل كويس. يمكن ما جابوش غير من كورنرين انا عارف، بس برضو عندهم كذا لعيب مميز. يعني توماس بارتي بيلعب الكره الطويله حلوه جدا، بتنقذهم دايما من ضغط المنافس، فده حاجه كويسه جدا. توماس بارتي لعب ماتش حلو. ويعني ارسنال كمان اتصاب من عندهم جابرييل قبل الماتش وكاليفيوري، فانت بتلعب بزينشينكو وكيفيور اللي هم مش احسن حاجه، ومع ذلك كيفيور لعب ماتش كويس جدا. زينشينكو يعني مش احسن حاجه بس برضه كان كويس، يعني بالنسبه لزينشينكو واحد ما بيشاركش بقاله فتره، فكان كويس شويه. يعني لما الدنيا بقت صعبه شويه على يونايتد لقينا تبديلات، يعني اصلا كده كده ديالو نزل من اول الشوط الثاني ما بدا، وطلع ماليزيا ولا مالاسيا ده، ونزل زيركزي الاول ما نزل كان هيجيب جون في نفسه، بس الحمد لله ربنا سترها، ونزل راشفورد ونزل لينيورو. شاوت اوت لدكتور عبد العزيز. يعني ماتش صعب لليونايتد، بس هما لسه بيبنوا الفرقه، فهنشوف يعني هم ان شاء الله عندهم السيتي، فهم ان شاء الله يعملوا معجزه واموريم يفاجئنا ويكسب الماتش ده، مش عارف ازاي بس هنشوف. يعني ليفربول نيوكاسل، اول حاجه انا قلت قبل كده ان كوناتي او فان دايك لو اتصابوا احنا رحنا في داهيه. شوف كوناتي اتصاب، احنا لعبنا ماتشين، فان دايك كان فايق قوي وهالاند كان تعبان، فالحمد لله ما كانش فيه خطوره. وماتش تاني كابتن جو جوميز ظهر على حقيقته، وكابتن طبعا كوانسا ده احنا مش هنتكلم عليه كتير، يعني لسه صغير فانا مش عايز اشتمه من دلوقتي. فمع بدايه الشوط الاول شفنا نيوكاسل حرفيا عامله كل حاجه في الكوره، روقتنا، ودي حقيقه يعني مش عيب. طبعا كابتن ايزاك انا ما كنتش عارف انه هيلعب الماتش ده، انا كنت فاكره مصاب عادي، اتفاجئت انه بدا اساسي ويا ريته ما بدا. برونو جوماريش عمل ماتش عالمي، وجوردون اللي انا كنت قال انه هيسجل زي ما انتم شايفين جات له فرصتين، واحده جو جوميز قال له اتفضل روح هات جول، وواحده تانية هو سفلت اللعيبه فيها. بس خلينا نتكلم كده باحداث الماتش. نيوكاسل عمل شوط اول رهيب بصراحه، تكتيكيا كانوا كويسين، وفي الضغط يعني اجبرونا ان احنا نلعب كرات عاليه كتير، وفعلا كانت الفرقه شبه معدومه، مش عارفين يوصلوا لبعض، لحد ما ايزاك جاب جون صراحه
جون عالمي، خطف فيها الكوره من فان دايك صراحه، رقص طريقه حلوه جدا وهوب كده بوش رجله ولا مش عارف شاطها ازاي في المقص، كان جون جميل بصراحه. ويحسب ان ايزاك يعني لسه راجع من الاصابه يلعب ماتش زي ده، دي حاجه غريبه. احنا عندنا داروين نونيز بقاله 3 سنين ما عملش ربع مستوى ايزاك ده في ماتش، الحمد لله. مع بدايه الشوط الثاني شفنا شويه تطور ليفربول لقى نفسه اكتر، صلاح فاق، ودي يعني اهم حاجه. صلاح فاق، الفرقه فاقت، الراجل مسك الكوره. خد يا كيرتس في اول 5 دقايق في الشوط الثاني، خد يا كيرتس جونز بيسجل هدف جميل جدا بصراحه. بدانا نفوق اهو، هنشم نفسنا. لا ازاي بقى، جو جوميز وكوانسا دي من ورا بيرقصوا مع بعض. انتوني جوردون بعديها ب 12 دقيقه يمسك الكوره، وده جون غبي جدا. يعني انا راجل بتفرج على كوره، انا ما لعبتش كوره يعني بروفيشنال ولا حاجه، بس انا افهم شويه في الكوره. انت مدافع، الكرة جايه للوينج ناحيه الشمال، وانت عارف ان الوينج ده ايمن، يعني بيلعب برجله اليمين. طبيعي هو مش هيشوط بشماله، ولو شاط بشماله هتبقى في الضيقه، فكلير واقف هيمسكها سهله. تمام. قام جو جوميز عامل ايه بقى؟ هو لقى الكرة على شماله، فقام جاري 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 ناحيه رجله الشمال. جوردون قال له شكرا، قام تك جابها على يمينه وعادل وشاط، ما عملش حاجه. هو بس جو جوميز باع نفسه، ووراه طبعا كوانسا الزيرو اويرنس، الاتنين زيرو اويرنس حرفيا. جون يعني، وقعد يعمل ما اعرفش ايه الاحتفال ده الصراحه، بس جون عبيط جدا. انا بقول لك قاعد بتفرج وده مدافع عبيط، انا قاعد اهو وقاعد في مصر بقول ده هبل. يعني الحمد لله بعديها ليفربول بيقدر يمسك نفسه شويه، صلاح بيظهر تاني مع نزول ارنولد، الماتش بيختلف تماما غير قبل ارنولد. يعني الحمد لله ان سلوت نزل ارنولد الماتش بدري، كنت فاكر هينزل دقيقه 80 ولا حاجه، بس هو نزل بدري وده كويس. الراجل بيعمل اسيستين ويوصل ل 60 اسيست في البريمير ليج. صلاح يا جدعان الراجل ده مش طبيعي. في كوره لما رقص فيها العيال وبوش برجله اليمين جت في العارضه، يعني ده كان هيبقى احسن جون في الموسم ده كان ممكن ياخد بوشكاش عادي، بس هو الحظ سيء للغايه. مع ذلك هو وارنولد بيعملوا ثنائيه حلوه، بيقدر يسجل جولين صلاح وبيلحقنا، بس هو يعني مهما عمل هو الحمد لله جاب جولين كنا هنكسب اهو، بس برضو ورا في بلاوي. انت خلاص هتكسب اهو، كان فاضل بتاع 3 4 دقايق ولا حاجه، كلير في كوره غريبه جدا منه استغربتها، بس مش هلومه عليها الصراحه، الراجل شالنا كتير، فمش همسك في دي واقول لا يا عم ايه اللي انت عملته ده، اقعد دكه. كوره هو ما قدرهاش كويس، طلع ما اعرفش ليه ما مسكهاش بصراحه، فهو ما قدرهاش كويس، افتكرها طالع اوت خلاص. يعني التصرف كان غريب منه شويه، بس هو كان صراحه الماتش عدلتها ان هو يخلص تعادل. نيوكاسل كانت حلوه جدا وليفربول فاقت شويه، بس ما كانتش احسن حاجه في الاول. نروح بقى لمهاجم ليفربول داروين نونيز. هو احنا كان عندنا الحمد لله ديوجو جوتا، ماتش زي ده كان ممكن عادي يجيب له جونين. ديوجو جوتا في الماتشات دي اصلا بينزل يشقلب الدنيا. داروين نونيز انا مش عارف هو انت بتعمل معانا كده ليه؟ هو انت ايه مشكلتك في ان الكوره تخش الشبكه؟ ما تدخلهاش، عديها بس الخط بتاع الجون ده وتمام. ايه الصعب في كده؟ كورتين يقولوا سهلين جدا بيضيعهم. في كوره جاكبو لعبها بالعرض، هي غلطه جاكبو انا عارف، كان ممكن نونيز يلحقها بس بتفلت منه بطريقه غريبه جدا. فيعني كميه الفرص اللي بيضيعها والجون فاضي اكتر بكتير والجون واقف. الجون اللي جابه في استون فيلا ده اصعب من الكوره اللي جات له في ماتش نيوكاسل. انا مش فاهمك يا عم، انت بتعمل معانا كده ليه؟ هنشوف هل ممكن يجي بقى بديل في الشتاء ولا ايه، عشان خط دفاعنا ده تعبان. سيبك من الهجوم ممكن مع عوده جوتا وكيزا لو بدا يشارك، واليوت كمان لو بدا يشارك هيبقى كويس، بس خط دفاعك وحش، وانت كمان عندك 3 4 ماتشات في الدوري لحد الشتاء، لحد ما تقاعدات الشتاء تبدا، فانت هتمشي دنيتك ازاي بجو جوميز وكوانسا دي؟ بس ربنا يستر وهنشوف كده لحد يناير هل هيبقى في صفقات ولا مع عوده كوناتي الدنيا هترجع تظبط تاني. خلصنا بقى الملخص بتاع الجوله ووجع القلب ده، نروح بقى للفانتسي. الحمد لله انا لحد دلوقتي جايب 62 نقطه، بس لسه باقي لي ويلبيك وكلويفرت وكيركز، يعني لحد ما انتوا هتبقوا تشوفوا التشكيله لما الماتشات دي تخلص ان شاء الله. انا كنت مكابتن صلاح، فده كان يعني الحمد لله حظي الحلو، جاب لي 36 نقطه، فده رقم كويس جدا. انزو فرنانديز لتاني مره بيبدا معايا اساسي وبيصنع هدف، وبالمر كمان بيسجل، فنص ملعبي كويس. مشكلتي في خط الدفاع لحد ما اشوف كيركز هيعمل ايه. يعني غير كلام كتير، تعال نروح لاختيارات الجوله ال15. البدايه اول ماتش ايفرتون ليفربول، ماتش رخم شويه على ليفربول، بس ان شاء الله ايفرتون يكونوا خلصوا كل جوانهم الجوله اللي فاتت، جابوا 4 جوان. ارنولد هيبقى حل كويس الفتره الجايه لانه راجع فايق شكله كده. صلاح طبعا مش محتاج اتكلم. اعتقد الماتش ده دياز هيبدا اساسي
جاكبو واضح انه كان مرهق الماتش اللي فات بمستوى الغريب ده، فممكن لو معاك دياز تسيبه او تجيبه في جوله زي دي. استون فيلا ساوثهامبتون، روجرز شفناه سجل الجوله اللي فاتت، يعني لو لسه معاك سيبه خلاص. واتكنز هيبقى حل كويس جدا في الفتره دي، لان ماتشات استون فيلا يعتبر سهله نسبيا الفتره الجايه. برينتفورد نيوكاسل، ممكن اشيل امبويمو بس لسه مش عارف صراحه، بفكر اجيب اوديجارد كده، لسه هشوف هعمل ايه. برينتفورد قدام نيوكاسل ماتش رخم شويه، فممكن ويسا او شادي الجديد ده اللي صنع هدف الجوله اللي فاتت برضه. نيوكاسل واضح ان ايزاك راجع بفورمه حلوه جدا، معكش فلوسه، اعتقد جوردون مع ايزاك بتبقى ثنائيه حلوه، فهيبقى حل كويس برضه معاك. كريستال بالاس مانشستر سيتي، سيتي رجع دي بروين، فانا كنت قايل الحلقه اللي فاتت ان لو دي بروين رجع يبقى حل كويس جدا، الراجل جون واسيست من لا شيء حرفيا، فيبقى حل كويس جدا الفتره الجايه. سافيو انا ما اعرفش ما بيلعبش ليه الصراحه، اعتقد ريسكي شويه ان انت تجيبه دلوقتي. هالاند كلنا صابرين عليه وانا هسيبه الجوله دي، بس هو بعد كده عنده اليونايتد وهو بيحبهم، فانا هسيبه لحد ماتش اليونايتد. ما عملش حاجه في اليونايتد دي، هتبقى اغرب حاجه شفتها في حياتي، وهضطر اشيله للاسف، لان هو كده هتبقى غريبه جدا. ملكيته قلت واعتقد سعره هيقل كمان، فهنشوف كده الجولتين الجايين دول اخر فرصه ليه، هيعمل حاجه ولا هيقرفنا في عيشتنا. مانشستر يونايتد نوتنجهام فورست، اماد ديالو طبعا حل كويس جدا. راشفورد ممكن يسجل في ماتش زي ده وراجع بفورمه كويسه، طبعا الماتش اللي فات كان ارسنال فهو مش مقياس لحاجه، ممكن في ماتش زي ده تلاقي اليونايتد ظهرت بشكل احسن، وكمان الماتش على ارضها. نوتنجهام فورست الفترة دي ماتشاتهم رخمة وبيتعثروا كتير، بس انا هصبر على كريس وود برضو، هو الوحيد اللي لو نوتنجهام عملت حاجة ممكن يكون هو السبب، سواء باسيست او بجول. فولهام ارسنال، ساكا اعتقد واضح ان هو ظاهر بشكل كويس في الفترة دي. تيمبر احسن مدافع في اللعبة حاليا، ممكن يبقى حل كويس برضو. انا بفكر اجيب اوديجارد، مش عارف بصراحة اجيبه ولا لا، فهشوف كده هل اوديجارد ممكن اخد الريسك واسيبه جولتين، لانه عنده فولهام بعدين كمان ماتش سهل، عنده ايفرتون على ارضهم في الامارات، مش عارف، هشوف كده هل اودي في اوديجارد ولا اصبر شويه لحد ما اجيب فلوس ساكا. ابسويتش بورنموث، هسيب كلويفرت وكيركز عندي عادي، لو عندك برضو تمام. ابسويتش الماتش اللي فات تعثرت تعثر غريب قدام كريستال بالاس، الصراحه انا يعني كنت متفاجئ، بس ممكن في ماتش زي ده تلاقي فيه جوان، فدي لاب ناوي تاخد ريسك هاته. غير كده اعتقد صعب قوي يعني تفكر في حد من الماتش ده غير من ناحيه بورنو. ليستر سيتي برايتون، زي ما قلنا فاردي وفانيستر روي في بينهم حب كده واحترام، فهات فاردي، اعتقد هيمسك فورمه كويسه الفتره الجايه. بلال خنوس صنع وسجل الماتش اللي فات، مش عارف، حاسس ان هو بدري قوي ان احنا نبدا نجيبه من دلوقتي، فاعتقد نصبر شويه عليه. فممكن فاردي او لاعب رقم 40. برايتون طبعا ميتوما ويلبك او جواو بيدرو، هات حد منهم. عايز تاخد ريسك تجيب روتير، تقريبا انا بقولها كل حلقه دي في ماتشات برايتون، لما بعد كده لما اقول برايتون تفهموا اللي انا هقوله بقى. توتنهام تشيلسي برضو ديربي لندن تاني. توتنهام اعتقد ماديسون ممكن ماتش زي ده يبقى كويس، خصوصا ان دفاع تشيلسي مش احسن حاجه، هم متماسكين شويه بس مش الطف حاجه في الدفاع، يعني ساوثهامبتون سجلت فيهم، فممكن تجيب حد من يعني ماديسون او سولانكي مثلا لو لعب اساسي، ما اعرفش هيلحق يلعب الماتش ده ولا لا. تشيلسي الناحيه الثانيه، انا انزو طبعا هحطه دكه الماتش ده، مش هينفع يلعب. فبالمر لو معاك تمام، او جاكسون، اعتقد جاكسون الماتش ده يلعب اساسي لانه رايح الماتش اللي فات، فهيبقى حل كويس برضه. اخر ماتش معانا ويست هام وولفرهامبتون، ماتش حرفيا العيان والميت، هام بتكسب بالعافيه وولفرهامبتون نفس الكلام برضه، فكونيا لو في ماتش زي ده اعتقد ممكن يسجل. هسيب ايات نوري، تقريبا دي اخر جوله او مش عارف يعني، اعتقد ماتش سهل، والمشكله ان وولفز كمان ماتشها الجايه سهله جدا، ماتشاتها الجايه سهله جدا، فانت ممكن تعتمد على حد منهم. ويست هام بصراحه يعني انا اللاعب الوحيد اللي بشوفه قادر يعمل حاجه سامرفيل، وممكن قدوس كمان، بس يعني قدوس بحسه بيلعب مش مستريح قوي، انما سامرفيل دايما لما بينزل بتبان الخطوره، فممكن لو عايز تاخد ريسك سامرفيل او قدوس هيبقى حل كويس جدا. اخر حاجه معانا اختيارات الكابتن، ممكن صلاح، واتكنز برضو ماتشه كويس. لو عندك برونو كابتنه، عندك راشفورد كابتنه، شوف انت بقى هيبقى حل حلو لو حد من اليونايتد كابتنته. طبعا انا تغييراتي في الفرقه لسه ما عملتهاش، مستني اما الجوله تخلص قوي، لان احنا بنصور قبل نهايه الجوله، فهشوف كده لسه كده التشكيله هتظهر لكم لما اعمل التبديلات، فما تقلقوش. بس دي كانت نهايه حلقتنا، متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفولو على تيك توك، وتابعونا على فيسبوك برضو، وبس شكرا، سلام.